لو انت معاك شويه فلوس تجيب موبايل في الفئه المتوسطه، فهتدخل في المعضله الكبرى، وهي تشتري موبايل اندرويد جديد انت اللي تفتح علبته وتفتح الكرتونه بتاعته وتستعمله من الاول، ولا تشتري موبايل من ابل قديم يكون مستعمل وبقاله 5 6 سنين كده. وده اللي جاي علشان اقوله لك النهارده. تشتري ايفون اكس اس ماكس مستعمل، ولا تشتري الاوبو رينو 11 اف. فيلا اعمل سبسكرايب ولايك، ويلا علشان ندخل في الفيديو. السلام عليكم، معاكم احمد عبد القادر. كنت حابب اشكركم جدا على وصولي لل1000 مشترك، وجايز تكون دي اول خطوه واول سلمه لوصولي لعند ال10000 وال100000 والمليون طبعا، وهو الحلم النهائي. طبعا ما كنتش هوصل لده من غير دعمكم وثقتكم فيا، واوعدكم بتطور مستمر باذن الله بعد ال1000 مشترك ده. ويلا علشان نبدا في الفيديو. واول حاجه هنبدا بيها وهي التصميم، ونبدا بالايفون. الايفون جاي بتصميم فلاجشيب، هو قديم شويه بس ستيل فلاجشيب، فجاي بخامات افخم بكتير. جاي بظهر من الازاز مع فريم من الستانلس ستيل اللي بيبان فخامته من اول الشكل لعند الماسكه البريميوم. والموبايل جاي بوزن 208 جرام وبمقاومه ماء واتربه اي بي 68. طب نشوف الموبايل الاوبو. الاوبو جاي بخامات معفنه من الاوبو جاي بتصميم فئه متوسطه، خامات بلاستيك كلها بس بشكل احدث وبماسكه احدث مع الحواف العريضه والظهر المصمت، ولكن طبعا بخامات بلاستيك. والموبايل جاي بمقاومه ماء واتربه اي بي 65، يعني الموبايل مقاوم لرذاذ الماء. كلتا الحالتين انت هتحط الموبايل كده كده في جراف، فبالنسبه للخامات ممكن ما تفرقش قوي، ولكن اللي هيفرق معاك اكتر وهو الشكل. فالشكل هو ذوق شخص على حسب انت بتفضل الموبايل ده ولا الموبايل ده. تاني حاجه هنتكلم عنها وهي الشاشه. الايفون اللي جاي بشاشه بمقاس 6.5 انش من نوع سوبر ريتنا اوليد، بتدعم الاتش دي ار 10 وبتوصل لعند 625 نت، وكمان بتدعم الدولبي فيجن. انت طالع على السرير يا راكب، انت مش طالع مروحه اصلا. ماشي. شاشه مميزه طبعا والوانها رايقه. شاشه مميزه طبعا والوانها رايقه، ولكن يعيبها حاجه واحده، وهي انها 60 هرتز. هو 60 هرتز في 2024 بصراحه تنازل، واظن انت داخل تتفرج على الفيديو ده انت عارف حاجه زي كده. ولكن اللي يغفر الموضوع ده ان شركه ابل اللي عند الايفون 15 ما زالت بتشتغل بالشاشه 60 هرتز. زائد كمان حاجه برضو في الموبايل ده، وهي النوتش اللي حجمها كبير جدا مقارنه بالموبايل الثاني. فهي شاشه من حيث النوتش ومن حيث الريفريش ريت لا تليق بانها تكون شاشه في 2024. ولكن المميزات الثانيه جايز تخليه يكسب. ولكن الشاشه مش افضل حاجه بالنسبه لمين؟ بالنسبه الاوبو اللي جاي بشاشه متكامله، شاشه ما ينقصهاش شيء، شاشه من نوع اموليد بتدعم مليار لون، بتوصل لعند 120 هرتز وبتدعم الاتش دي ار 10 بلس، بتوصل لعند 900 نتس، وفي البيك برايتنس بتوصل لعند 1100 نت. فمنطقيا الاوبو بكل صراحه يكسب في نقطه الشاشه بسبب دعمه لل 120 هرتز مع عدم نقصان اي جزء اساسي في الشاشه، فهيكون اسلس من حيث الاداء وهتكون مستمتع اكتر بانك تستعمل موبايل ب 120 هرتز. ولكن بقى من حيث الالوان الموبايلين يعتبر قريبين من بعض ومش هتحس باختلاف كبير قوي بينهم، ولكن ممكن تلاحظ ان سطوع شاشه الايفون اكس اس ماكس ازيد بشويه صغيرين، ولكن فعليا مفيش اي زياده. بعد كده هنيجي لجزئيه الصوت. عندنا الايفون ما بيدعمش مدخل ال 3.5 مللي وجاي بصوت ستيريو نقي وجميل، والاوبو برضو ما بيدعمش مدخل ال 3.5 مللي ولكنه جاي بصوت مونو، ولكن صوت الاوبو اعلى بفرق ملحوظ طبعا زي ما قلنا في الريفيو بتاع الموبايل اللي هتلاقيه في الاي اللي فوق، ولكنه بيكون مدغوش شويه. ولكن الايفون صوته اوطى ولكن انقى وكمان بيدعم الاستيريو، فهي برضو حاجه شخصيه، انت شوف بتفضل مين فيهم. بعد كده هندخل للسوفت وير ومساحات التخزين. الايفون كان جاي باي او اس 12 ودلوقتي وصل له 17.5.1 وهيوصل له الاي او اس 18، والاوبو جاي باندرويد 14 وكالر او اس 14. ومن الاخر الواجهتين مستقرين جدا والشركتين محترمين جدا من حيث الوجه، ولا في موبايل فيهم بيعلق ولا في تهنيج ولا في عليهم اي كلمه اطلاق. فدي برضو نقطه تفضيلات. لو انت حابب الاي او اس كنظام هتتجه للايفون، لكن لو حابب الكالر او اس كنظام هتتجه للاوبو. والايفون جاي بثلاث مساحات للتخزين 64 و256 و512 مع 4 جيجا رامات، والاوبو جاي بمساحتين تخزين 128 و256 مع 8 جيجا رامات. وكمان الاوبو بتقدر تزوده ب 4 جيجا رامات من السوفت وير، فده هيديلك زياده طبعا في فكره رجوعك للتطبيقات اللي كانت مفتوحه. يعني انت لو فاتح تطبيقات كتير في الخلفيه وعايز توصل لها هتقدر توصل لعدد كبير من التطبيقات في الاوبو اكتر من الايفون، ودي بصراحه ميزه قويه والاوبو يتفوق فيها. بعد كده هنيجي لجزئيه الاداء. الايفون جاي بمعالج الاي 12 بايونيك اللي ب 7 نانومتر، والاوبو جاي بمعالج الدايمنستي 7050 اللي ب 6 نانومتر. في الاداء هتلاقي الموبايلين مستقرين وتمام وزي الفل، وكمان في الالعاب هتلعب على الموبايلين بنفس الفريمات. ولكن بقى لو جينا للارقام وانهي فيهم يعيشها، عندنا الايفون بيحقق 684000 نقطه والاوبو بيحقق 545000 نقطه، فده يدي للايفون تميز وفرصه انه يقعد اكتر معاك كموبايل مع انه اصلا نازل من 5 6 سنين تقريبا. ففي نقطه الاداء الايفون يكسب. بعد كده هنيجي لجزئيه البطاريه اللي في الايفون بسعه 3174 ملي امبير وبيدعم شحن 15 واط اللي بيوصل الموبايل من 0 ل 50 في نص ساعه، مع الاضافه لوجود خاصيه الوايرلس تشارجنج. والاوبو جاي ببطاريه 5000 ملي امبير وبيدعم الشحن السريع 67 واط، واللي الشحن بتاعه بيكون موجود في علبه الموبايل اللي بيوصله من 0 ل 50 في ثلث ساعه، مع وجود ميزه الشحن العكسي.
فمنطقيا الاوبو غالب بقوه في النقطه دي. الايفون جاب بطاريه 3000 ملي امبير، مش دي المشكله تحديدا. المشكله ان الموبايل ده انت هتيجي تشتريه مستعمل، فطبيعي انك هتلاقي البطاريه بتاعته تحت ال 85%، ولو فوق كده اكيد هيكون الموبايل ده يا ملعوب في نسبه البطاريه بتاعته يا مغير بطاريه، فبالتالي هيكون بنسبه 85% تقريبا، فاكيد هيكون اداء الموبايل قليل. فال 3000 ملي امبير دي مستحيل تكفيك يوم. وبالنسبه لانه بيتشحن من 0 ل 50% في نص ساعه، ده منطقي لان اصلا البطاريه صغير، على عكس الاوبو اللي جايبه بطاريه 5000 ملي امبير هتقضيك اليوم مستريح جدا، وكمان بيشحن بشاحن 67 واط بيوصل الموبايل من 0 ل 100% في 40 دقيقه. بعد كده هنيجي للجزئيه اللي خلتك اصلا تحط الايفون في المقارنه دي، وهي جزئيه الكاميرا. وبما انك وصلت للنقطه اللي انت جاي لها من اول الفيديو، فيا ريت تعمل سبسكرايب ولايك ويلا نكمل. عندنا الايفون جايب كاميرتين، الكاميرا الاولى بدقه 12 ميجا بكسل وبفتحه عدسه 1.8، والكاميرا الثانيه الخاصه بالتليفوتو بدقه 12 ميجا بكسل وبفتحه عدسه 2.4. والموبايل بيقدر يوصل في تصوير الفيديوهات لعند 4K 60 فريم. والكاميرا الاماميه في الموبايل بدقه 7 ميجا بكسل وبفتحه عدسه 2.2، والموبايل بيقدر يوصل بالكاميرا الاماميه لعند 1080 60 فريم. تعال بقى نشوف الاوبو اللي جايب 3 كاميرات في الظهر، الاولى بدقه 64 ميجا بكسل وبفتحه عدسه 1.7، والثانيه هي عدسه الترا وايد بدقه 8 ميجا بكسل وبفتحه عدسه 2.2، الثالثه كاميرا مايكرو بدقه 2 ميجا بكسل وبفتحه عدسه 2.4، واللي هي عدسه ملهاش اي لازمه في الموبايل. والموبايل بيقدر يوصل بتصوير الفيديو لعند 4K 30 فريم. والكاميرا الاماميه في الموبايل بدقه 32 ميجا بكسل وبفتحه عدسه 2.4، واللي بتقدر توصل لعند 4K 30 فريم في تصوير الفيديو بالكاميرا الاماميه. كاميرا الصور دي اللي بالايفون يا كام؟ والله ما هي. لا ده شبه الايفون كده ليه ولا؟ يا الكاميرا بموت. وفي الكاميرات احنا هنلاقي الموبايلين قريبين من بعض جدا، ولكن الايفون طبعا بيتفوق في الالوان وفي الدايناميك رينج وفي لون البشره البرتقاني المفضل بالنسبه للمستخدمين كلهم. فانت هتلاقي ان اداء الكاميرتين قريب جدا من بعض، ولكن طبعا التفوق زي ما قلنا للايفون، وطبعا زي ما الصور قدام. وبالنسبه لخاصيه البورتريهات هي موجوده برده في الاوبو رينو 11 اف، ولكن بتكون معموله بالسوفت وير. ولكن كالعاده برده هنلاقي ان التفوق من الايفون، الالوان احسن، حتى العزل موجود احسن وما فيهوش غلطات كتير زي اللي موجوده في الاوبو. ولكن لو انت تنازلت واشتريت الاوبو هو برده مش هيأثر معاك في موضوع الكاميرات، وفي بعض الاوقات هتلاقي ان الاوبو اداؤه افضل زي الصوره اللي موجوده قدامك دي. ودي تجربه تصوير الفيديو بالايفون، هتلاقي ان الفيديو ثابت والوانه كويسه واداء الكاميرا كويس جدا. ودي تجربه الفيديو بالاوبو، هتلاقي برضو ان الفيديو كويس والديناميك رينج بتاعه مظبوط، ولكن برضو هتلاقي ان التفوق كان للايفون. وبالنسبه للكاميرا الاماميه هنقول نفس الكلام تاني، الكاميرا في الايفون طبعا بتتفوق من حيث التفاصيل والديناميك رينج والالوان، ولكن ممكن تلاقي لسعه بسيطه في الهايلايتس في الايفون، الاوبو بيقدر يسيطر عليها بشكل افضل. ولكن لون السكين تون هتلاقي طبعا ان الايفون يتفوق. وبالنسبه لتصوير الفيديو بالكاميرا الاماميه هتلاقي ان الاوبو بيتفوق لانه بيدعم تصوير الفيديو لعند 4K 30 فريم، على عكس الايفون اللي بيوصل لعند 1080 60 فريم بس. ففي النهايه انت لو هتختار موبايل من الاثنين دول تختار مين وليه؟ لو انت بتدور على موبايل علشان التصوير فطبيعي انك هتتجه للايفون، ولكن تكون حاطط في الحسبان فكره البطاريه القليله مع عدم دعم الشاشه لل 120 هرتز، وكمان وجود النوتش السخيفه اللي موجوده في وش الشاشه. ولكن لو انت استغنيت عن الكاميرا ورحت للاوبو هتاخد كاميرا ادائها كويس ومقبول بالنسبه للايفون، ولكن هتلاقي ان الشاشه بتوصل عندك لعند 120 هرتز مع بطاريه افضل وشحن اسرع بكتير. ولكن طبعا هيكون عندك بعض التنازلات زي التصميم والخامات بتاعه الموبايل اللي اقل بفرق ملحوظ جدا من الايفون، مع العلم ان كمان ممكن تلاقي ان الايفون بسعر مستعمل في حاله كويسه هتلاقيه سعره اعلى من سعر الاوبو رينو 11 اف. فانت شوف بقى هتختار مين فيهم، ويا ريت تعرفني تحت في الكومنتات، ويا ريت تعمل سبسكرايب ولايك، وبس كده يا عم.